السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وهنا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده اعمل معاكم لحمة راس واعمل جنبيها فتة، يعني اعمل لحمة راس بالفتة زي ما انتم شايفين كده. شوربة بتغلي فيها ليمون وفيها بصل وفيها طماطم زي ما انتم شايفين. هنا انا بسلق اللحمة، يعني بديها حوالي غلوتين كده حلوين قبل ما اعمل اي حاجة. بديها غلوتين عادي في المية العادية خالص، وبعد كده بشطفها شطفة كويسة زي ما انتم شايفين كده، زي ما تكون مستوية اهو زي ما انتم شايفين. دي لحمة الراس طبعا عشان هي بتبقى فيها ريمة والحاجات دي كلها. لا، انت عايزة تخلي الشوربة بتاعتك صافية وجميلة، يبقى تعملها ايه، تديها غلوتين الأول عشان تشيلي منها أي حاجة تكون مش عاجباكي. اهي طبعا دي الفشة دي يا جماعة، دي الفشة دي، ودي لحمة الراس اهي. اهي اديها غلوتين الأول، وبعد كده تشوفها شطفة كويسة تحت الحنفية وتغلوا الماء زي ما انتم شايفين، اللي هي الشوربة اللي بتجهزوها. هنا معايا هنا فصين توم، 5 فصوص توم، ومعايا عود من القرنفل، من الريحان، عود من الريحان، هو ده ريحان اهو عشان اوريكم بالظبط، ده ريحان. هنا معايا الفلفل، ومعايا نسبة من السكر بسيطة خالص، نص معلقة سكر، ليه؟ عشان تساعد على السوا. هنحط بقى الكمية هنا كده وننزل بالايه، باللحمة زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله تبقى الشوربة معاكي رايقة وجميلة جدا جدا. الحلوة النهاردة بسبوسة. طبعا نعمل الأول على كوبايتين من المية، كوبايتين من الفانيليا. الفانيليا السائلة دي جميلة يا جماعة، جربوها. نرفعها على النار ونرجع نعمل البسبوسة. معايا معلقتين من السمنة أو الزبدة أو اللي انتوا عايزينه، لو سمنة بلدي يبقى جميلة برضه. معايا طبعا الكيس اهو. لازم نبس البسبوسة في السمنة دي لحد ما يتشرب كلها. شربها كلها كده بالسمنة عشان تطلع ايه نتيجة معاكم كويسة ان شاء الله. كده شربتها بالايه، بالسمنة. معايا علبة من الزبادي، معايا حليب اهو زي ما انتم شايفين. احنا ما بنعجنش، احنا بس كده بايه بنلمها بس، هي مش محتاجة عجن. انتوا بتشربوها بس بالايه، بالزبادي واللبن مش اكتر. اللبن والزبادي بيخليها طرية وحلوة كده، يعني تبقى هشة من بره وطرية من جوه. معانا كده دهن القالب معايا اهو. تلاتة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا تحتها قبل ما تخش الفرن. ممكن تزينها انت زي ما انت عايزه، زينها بالمكسرات، زينها باي حاجه اللي انت عايزاها، بس انا طبعا ولادي ما بحبهاش للاسف، بحبها ساده. هدخلها جوه الفرن ولما تطلع تشوفوها ان شاء الله. معلقه سمنه كده تضيفيها على العيش قبل ما ايه تحطيها على التسقية. ضيفيها معلقه سمنه كده على العيش ودخليها جوه الفرن، هتشوفي احلى نتيجه ان شاء الله، نتيجه في منتهى الجمال. طبعا بعد ما طلعت البسبوسه من الفرن زي ما انتم شايفين، بصوا نشربها بقى. لازم تشربها وهي سخنه، مش هقول الاضافه دي معاكم. بصوا نازله شرب انا ازاي، بتشرب ازاي السكر بتاعها اهو. بصوا دي تعرفوا ان النتيجه ايه جميله جدا لما شربت السيرب بتاعها. اهو نديها الباقي بقى، خلاص بقى تشرب زي ما هي عايزه. طبعا عشان تخليها لون الرز ابيض شيحي كده وجميل، غسل الرز اهو مجهزاه حطوه على طول لان الميه هتغلي.
معايا هنا بابريكا. البابريكا دي مدخنة يا جماعة، حلوة أوي، جربوها. برضه بنحط البابريكا عليه مع التوم أو البصل، علشان الطماطم بعد أوقات بتبقى صفرا مصفرة، فاحنا بنحط البابريكا دي علشان تدي اللون الحلو وتظبط معاها اللون، تظبط لونها يعني، سواء التقلية أو التومة. كده تمام. ننزل بالطماطم. حبايب قلبي، سويت اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما سويت على الآخر وبقت جميلة زي ما انتوا شايفين. خدت اللي أنا عايزاه، مش كمية كلها، خدت اللي أنا عايزاه. هنا طبعا في بنت ما بتحبش اللحمة، عملت لها طبعا فراخ. هنا بقى أنا إيه، حمرت التومة زي ما انتوا شايفين كده، أرش الأصبع بالراحة على كل الإيه القطع اللحمة. وما شاء الله ما تقولش عليها. ادخلها بس الفرن تاخد بس ايه الشوايه بس، يعني وش بس بالشوايه مش الفرن، لا شغل الشوايه بس وخليها تاخد وش بسيط وخلاص وتطلعوها. حبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين الفته جميله تستاهل بقكم، منتهى الروعه والجمال اهي. طبعا العيش انا قلت لكم تحمصوه في الفرن وبعدين تطلعوه، هيديكم نتيجه حلوه قوي، طعم جميل جدا يعني بصراحه. اتفضلوا معانا، افطروا معانا كده يوم، نورونا وشرفونا. دي بقى لمسه من عندكم انتوا، تحطها براحتكم يعني. دي الدقة يا جماعة، ايه الدقة. البسبوسة انا قلت لكم ان طبعا ايه ما بتتحط، ايه ما يحبوش عليها حاجات، انا حطيت عليها كريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده، حبيت منها حتة اهو منظر. دي طبعا الحلو يا جماعة. ودي العصير بتاعتنا، اتفضلوا معانا كده وتنورونا وتشرفونا، ويا رب كل الاكلات بتعجبكم ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. واشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.